صباح الخير على الجميع. كل سنة وانتم طيبين، جمعة طيبة على الناس كلها. طبعا بكرة في ماتش مهم جدا جدا وحساس للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي أمام فرقة كبيرة جدا جدا، فرقة الرجاء. يعني سيبنا من النتيجة الأولى بتاعت 2-0، وإن كان الأهلي متقدم ب 2-0 وبالتالي عنده تشانس أو عنده فرصة كبيرة جدا جدا إنه يبدأ الجيم صح. يعني ما يبدأش الجيم وعنده جزء من التسرع اللي كان موجود، او اللي بيبقى دايما موجود في المباريات اللي هي الاياب، علشان يقدر يعدي النتيجة. اللي المفروض يكون اكتر تسرع واكتر كمان زيادة هو الرجاء، هو اللي مطالب بتعديل النتيجة على الأقل في ربع ساعة الأولى، يجيب هدف ممكن يخش في الجيم بشكل كبير. وده يتطلب من النادي الأهلي أمور كتيرة جدا جدا. طبعا كولر راجل فاهم، مدرب قوي جدا، مدرب محنك، بيقرا الجيم كويس، عنده خامات وقماشة بيقدر يتعامل معها بشكل جيد جدا، وإن كانت قليلة بالنسبة للنادي الأهلي في المقارنة بالسنوات اللي هي السابقة، الأيام الأجيال العظيمة جدا للنادي الأهلي. ولكن في النهاية بنتكلم على فريق أصبح متمرس، فريق عنده خبرة، فريق عنده أسلوب، عنده شكل، عنده هيكل كويس جدا بيتعامل بيه مع مارسيل كولر. وبالتالي الأهلي يتطلب منه في البداية رقم واحد الهدوء والتركيز، نسيان خالص جماهير الرجاء القوية جدا والعظيمة والكبيرة اللي موجودة في مركب محمد الخامس، وهي لها دور كبير جدا في كل انتصارات الرجاء أو الوداد. وبالتالي النسيان، لعيبة النادي الأهلي اتعودت في المباراة الأخيرة إذا كان في مباراة الهلال أو الرجاء بالجماهير بتاعت النادي الأهلي كانت موجودة في الملعب، وبالتالي خضت الجمهور ما عادتش موجودة. دي جزئية. الجزئية الثانية نسيان تماما نتيجة 2-0، ولعبوا كأنها مباراة واحدة، مباراة فاصلة للنادي الأهلي أمام نادي الرجاء. وده امر مطلوب من الجهاز الفني مارسيل كولر والمعاون، الجهاز المعاون بتاعه. غير كده كمان العمل الاداري بنسيان النتيجه تماما بتاعت المباراه الاولى، علشان لعيبه النادي الاهلي تخش وهي في كامل تركيزها وكانها مباراه واحده فقط لا غير على 90 دقيقه. ثلاثة، التشكيل. لابد من وضع تشكيل يتناسب مع قوة الرجاء في الشكل الأمامي في خط الهجوم، قوة الرجاء في وسط الملعب، قوة الرجاء عند جمهوره. وده يتطلب من مارسيل كولر إعداد تشكيل جيد جدا مع تغيير شوية في السيستم وفي الطريقة. علشان كده أتمنى من كل قلبي اختيار أفضل تشكيل في مزيج من الخبرات، مزيج من الهدوء، مزيد من الثقة، عندهم إمكانيات وحلول فردية ممكن ترجح كفتهم مع الرجاء. ده المطلوب من مارسيل كولر، ده قبل المباراة. رابعا، وهو اللعب على جزئيات معينة. الأولى منها أنا وجهة نظري ما يفتحش الجيم كتير زي ما حصل في المباراة الأولى، إنه ما فتحش الجيم، لعب بهدوء، وده أمر جيد جدا. ما بقولش إن يدافع، ولكن بقول يلعب بالتوازن. التوازن موجود في كل خطوط خط الدفاع ونص الملعب والثلاثة الأماميين. خمسة، وهي علي معلول ومحمد هاني، الأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحات لطرفين ملعب فرقة الرجاء مهم جدا أمام الجمهور، وبالتالي مطلوب منهم يكون عندهم دور من أنواع الالتزام مع منعم ومع متولي في عدم إتاحة فرصة أو مساحات للاعيبة الرجاء. وده المفروض يكون دور الشناوي كحارس مرمى كبير جدا، شفناه في المباراة الأولى. ستة، وهي لعيبة نص الملعب. أنا أفضل إن يلعب بديانج ويلعب بحمدي فتحي ومروان عطية، والثلاثة عندهم يعني من عملية افتكاك الكورة والتأمين الدفاع ومساعدة قلبين الدفاع ومساعدة طرفين الملعب الأماميين والخلفيين، ومن القوة الجسمانية والبدنية يساعدهم إن هم يقدروا يسيطروا على نص الملعب لنادي الرجاء. وده وجهة نظري، انا ما بقولش ان ده فرض على مارسيل كولر. كولر اكتر مني درايه بشكل الفرقه ومعنويات الفرقه وتجهيز الفرقه ومين الاقرب ومين مش الاقرب. ولكن انا بقول ان الثلاث لعيبه ارتكاز مهمين جدا، مع الابقاء على عمرو السولية على دكة البدلاء. والسولية ممكن يكون في الشوط الثاني له دور كبير جدا لو النتيجة مشيت على التعادل، لأنه لعيب عنده خبرة، لعيب بيقدر يتحكم في رتم المباراة، وده ممتاز جدا. الثلاثة بتوع نص الأهلي ديانج ممكن يشتغل أكتر لقدام مع حمدي فتحي في بعض الأوقات. حمدي فتحي ممكن يساعد مروان عطية في مساعدة حسين الشحات لو لعب على الليفت أو على الليفت. ديانج نفس الموضوع، ممكن يشتغل على إنه يساعد بيرسي تاو لو لعب على الرايت.
ومروان عطية كلاعب ارتكاز بيبقى كومباكت ال3 مع بعض أمام خط الدفاع علشان يقدروا يعملوا تأمين بشكل ممتاز جدًا. 7 الهجمة المرتدة، والهجمة المرتدة معنية في بعض الأوقات، وبالتالي الربع ساعة الأولى الرجاء نازل ضاغط، 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 وهيعمل على إن هو ياخد حماس الجمهور، علشان كده الشحات وكهربا وبيرسي تاو عليهم دور كبير جدًا في اللعب في ورا نُص الملعب، وده أمر ممكن يكون خطر جدًا على الرجاء، لإنه عندهم مشكلة على طرفي الملعب اليمين والشمال، ينجح فيه بيرسي تاو، ينجح فيه كهربا، ينجح فيه كمان حسين الشحات، وبالتالي المساحات اللي في الربع ساعة الأولى أو في النُص ساعة الأولى في صالح النادي الأهلي. ممكن الأهلي يخطف منها جول، لو خطف جول أنا وجهة نظري المباراة اتكهربت تمامًا، ودخل الرجاء في موضوع تاني خالص، في موضوع الحسابات الكتيرة أو عملية إحراز الأهداف، وده ممكن يخلّيهم يخشوا في دور التسرع مش السرعة، التسرع، والتسرع أهم أو أسوأ سمات كرة القدم، وده اللي المفروض ينقله لاعيبة النادي الأهلي للرجاء أثناء المباراة. 8 وجهة نظري وهي التعاون ما بين اللعيبة بشكل جماعي، بداية من الشناوي نهاية بكهربا، بيرسي تاو والشحات. معنى الشحات لازم يكون عنده دور دفاعي، بيرسي تاو عنده دور دفاعي، كهربا نفس الموضوع لما يتطلب منه، الثلاثة بتوع نص الملعب ما يكونوش بعيد جدا في الشق الدفاعي، بتكلم على الشق الدفاعي، النواحي الهجومية عندنا انتشار كويس جدا، مع التعليمات قلت لهاني ومعلول ان هم ما يسرحوش كتير، لازم ما يسيبوش جاب كبير ما بينهم وما بين كهربا والشحات علشان ما يعملوش مساحات يشتغل فيها لعيبه الرجاء اذا كان طرف يمين او طرف شمال. دي وجهه نظري. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، المباراه مش سهله، مباراه صعبه جدا، الربع ساعه ونص ساعه الاولى لها دور كبير جدا عند الكولر وعند الشناوي وعند اللعيبه اصحاب الخبرات، لها وضعيه مهمه جدا عند الهجمات المرتده في السرعه وفي استغلال المساحات على حارس مرمى يمكن في الفتره الاخيره اقل كتير جدا من السابق انس الزنيتي، وبالتالي بنتكلم على طرف الملعب للرجاء قليلين، قلب دفاع يعني ممكن يشتغل عليه بيرسي تاو وكهربا بشكل جيد جدا، مع الاعتماد طبعا على ال ال عندنا في ايطاليا بيقول الانسيريري اللي هو الدخله بتاعت حمدي فتحي ما بين قلب الدفاع في بعض الاوقات على اللونج باس، كل ده في دماغ مارسيل كولر، عشان كده بقول جزئيات، سيناريو واحد وسيناريو اتنين وسيناريو تلاته، عدم الاعتراض على الحكم، عدم استفزاز الجمهور، اللعب بهدوء شديد جدا، بتركيز شديد جدا، ما تدخلش رجا في الجيم، ما تخسرش لعيبتك اثناء اللقاء 90 دقيقه بعدم طرد لاعب او كده، عشان تقدر تلعب توازن 11 ضد 11 لمده 90 دقيقه. دي وجهه نظري الشخصيه، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، مباراه قلت مش سهله، مباراه صعبه جدا امام جمهور كبير، امام نادي كبير جدا، نادي الرجاء. تحياتي للنادي الاهلي وبالتوفيق، وكل سنه وانتم طيبين.